في لحظة كل حاجة حواليك بتسكت، النور خافت، صوت النفس بس، وانت نايم فاكر انك مرتاح. لكن الحقيقة اللي بيحصل جوه دماغك في الوقت ده أغرب من أي كابوس. في ناس أول ما بيبدأوا يناموا بيحسوا إنهم مش قادرين يتحركوا، مش قادرين يصرخوا ولا حتى يفتحوا عينيهم، بس في نفس الوقت حاسين بكل حاجة. ده مش فيلم رعب، ده اسمه شلل النوم. دماغك بيكون صاحي لكن جسمك لسه نايم، بيتهيألك إنك شايف حاجة، حد واقف عند السرير، في صوت بيهمس أو ظل بيقرب منك، وفي الحقيقة ده دماغك اللي بدأ يهرد، لأنه عالق بين عالمين، عالم الحلم وعالم الواقع. لكن الغريب مش هنا، في ناس مش بس بتحس بالشلل، في ناس بتحلف إن هم خرجوا من جسمهم فعلا، حاسين إن هم طايرين فوق نفسهم، شايفين جسمهم نايم من بعيد، بيتنقلوا في البيت أو حتى في الشارع. اللي حصل ده اسمه تجربة الخروج من الجسد، أو بالإنجليش يعني out of body experience. علميا في دراسات بتقول إن التجربة دي ممكن تحصل، بيكون سببها خلل مؤقت في مراكز الإحساس، في مكان كده في المخ، يعني دماغك بيتلخبط ويفصل وعيك عن جسمك. لكن في نظريات تانية بتقول إن دي مش هلوسة، دي لحظة وعي أعلى، نوع من الاتصال بالعالم التاني، أو حتى بعقلك الباطن الحقيقي. السؤال اللي بيقلق دماغ أي حد، ليه كل ده بيحصل؟ وتحديدا واحنا نايمين، ليه اللحظة اللي المفروض نرتاح فيها تبقى فيها أكتر تجارب رعب وغموض؟ هل النوم مجرد راحة، ولا البوابة اللي بنعدي منها كل يوم ونرجع من غير ما نعرف احنا كنا فين؟ الدراسات لحد دلوقتي مش لاقي تفسير نهائي للي بيحصل، بس اللي متأكدين منه إن النوم مش بس راحة، ده حالة وعي تانية، عالم تاني مليان أسرار عنك أنت وعن عقلك. في حاجات بتحصل جوانا واحنا نايمين، لو حكيتها لحد هيقولك ده هلوسة، لكن لو جربتها بنفسك هتسكت. السؤال الحقيقي مش هو ايه اللي بيحصل وانت نايم، السؤال وانت فعلا نايم ولا دي لحظة الصحيان؟ لو الفيديو ده ولع دماغك دوس لايك وسبسكرايب، استنى اللي جاي لان اللي جاي هيولع اكتر.